السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. الفيديو يكون سهل عليكم وبسيط ويعجبكم يا رب كده. النهارده الفيديو بتاعنا نعمل جناش الشوكولاته. بجد جناش الشوكولاته ده يعني بصوا جميل جدا جدا. بيخلي اي حاجة احنا بنعملها بجد طعمها بيفرق 100%. جميل جدا، سهل وبسيط. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. انا معايا هنا ربع كوباية لبن. ربع كوباية لبن انا هدفيها بس كده على النار او هسخنها شوية، مش هغليها كده. بعد ما اللبن معايا سخن معايا اهو، ده هيسهل معايا عملية تسيح الشوكولاتة بتاعتي. دي شوكولاتة دارك او شوكولاتة خام. في طبعا شركات كتيرة، منها سما ومنها شركات تانية كتير، فانتوا تنقوا الأحسن والأصلح اللي انتوا متعودين عليه. بس كده. واللبن أنا لما سخنته سهل معايا عملية التسيح. شايفين الشوكولاتة بدأت تسيح معايا. طبعا مش حابين الخطوة دي، ممكن تسيحوا الشوكولاتة الأول في الميكروويف أو في الفرن الكهربائي، آه، في حاجة تتحمل يعني درجة الحرارة. بس كده هتلاقوها ساحت، وهتضيفوا عليها حبة لبن مش كتار. يعني انا ما كملتش كمان ربع كوباية، علشان بس كده يخلي الصوص معايا خفيف كده زي ما انتوا شايفين. بس انا طبعا مش عايزاه خفيف قوي، ما يبقاش يعني زي المية، لا طبعا. اوعوا تحطوا مية. ممنوع ان انتوا تحطوا مية، هتلاقوا الشوكولاتة خرزت منكم. يعني ما تقولوش بقى ان نعملها شوكولاتة اقتصادي ولا حاجة. لا، لازم لبن طبعا عشان يديني لمعة كويسة او لمعة حلوة. مش محتاج والله اي لمعة، بس هحط كده معلقة زيت، معلقة واحدة زيت، ما يكونش فيه اي ريحة. حتى لو زيت تومين مش هيقول لا، هيبقى كويس برضو، بس اهم حاجة ما يكونش فيه ريحة. شايفين بقى ما شاء الله الجناش او صوص الشوكولاتة جميل جدا ازاي. بجد طعمه وهم، بجد بياخد الكيكة والحاجات اللي زي كده بجد، او تزيين اي حاجة بيديها طعم جميل جدا جدا. وطريقته سهلة وزي ما انتم شايفين. بس هو كل ما بيبرد بقى وهتحطيه في التلاجة، كل ما قوامه بيتقل شوية، ما بيبقاش خفيف بالطريقة دي. هو بس خفيف كده عشان خاطر اللبن سخن وانا سيحته فيه. لكن هو كل ما هيبرد كل ما تحسوا ان القوام بتاعه تقل، تقدروا تضيفوه بقى على اي حاجة. وهتحطوه على الكريم شانتيه. لازم طبعا يكون بارد او الكريمة باردة. طبعا ما تستنوش لما هو يجمد او ان هو يتقل قوي قوي، عشان تقدروا طبعا تزينوا بيه اي حاجة انتوا عايزينها. زي ما انتوا شايفين اهو القوام بتاعه عامل ازاي. بجد انا كنت كل شويه عماله ادوق فيه كده، وطعمه جميل جدا طبعا على حسب الشوكولاته نفسها. لو الشوكولاته خامتها كويسه او نوعها كويس، ده بيفرق برضو في الطعم قوي قوي. طبعا انتوا مش حابين تعملوا جناش شوكولاته بالطريقه دي كده، او حاسين ان هي غاليه، ممكن تجيبوا كاكاو تعملوه صوص شوكولاته زي اللي انا عملته في الفيديو اللي فات. ارجعوا للقناه هتشوفوه. بصوا شايفين القوام بتاعه جميل جدا، ولسه كمان لما هيبرد هيتقل معايا. المقدار ده مقدار ربع كيلو شوكولاتة. ده مقدار ربع كيلو، تقدروا تزودوا او تنقصوا على حسب الحاجة اللي انتوا هتعملوها. طبعا الربع كيلو مش بياخد لبن كتير، هما بس كده اقل من ربع كوباية لبن. اقل كمان، انا مكملتش ربع كيلو. يعني لو انا احسبها بالمعالق حوالي 5 معالق كده. شايفين القوام بتاعه ولا اللمعة، والطعم كمان خرافي بجد. جربوه مش هتندموا، وخلوه في التلاجة. مش يعني بيوفر عليكي وقت ومجهود لما يبقى في التلاجة. حطيه في علبة محكمة الغلق. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.